ازيكم يا شباب، برضه عاملين معلومات من قناة زمالك السي 8. النهاردة يا شباب عندنا في لعب الزمالك في ماتش مودرن سبورت. طبعا الماتش كان جامد، الماتش كان أسطوري، الماتش كان عالمي. الماتش كان فيه حاجات كتير برضه حلوة، حاجات كتير سلسة وكده. طبعا انتوا مستغربين من المكان اللي ورايا ده، ان انا مش بصور في المكان اللي انتوا متعودين عليه، بس ده مؤقتا لحد ما اقدر اصور في المكان. معرفش اقعد قد ايه، بس المهم خلينا نكمل. ماتش الزمالك كان ماتش عالمي، ماتش الزمالك كان ماتش اسطوري. بدأت تفهم المدرب بدأ يفهمه وكذلك. الفيديو ده مش هيكون طويل أوي، بس هقولكوا على التقييمات وهكلمكوا شوية عن الماتش. كان فيه شوية لمسات كده واضحة إن اللعيبة بدأت تبني من تحت شوية، زي الجون التاني بتاع شيكوبانزا. الجون الأول بتاع الفانا جامد وبكيف. عبد الله السعيد لما اتنين حطها لإخوان الفانا من غير تفكير، حطها في الجون جامد. طبعا انتوا عارفين كراسة التقييمات. ثانية كده أشوف، هقولكوا على التقييمات. بالنسبة لي كان التشكيلة كالآتي: محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر على اليمين، بنتيجة على الشمال، حسين عبد المجيد والونش، ده أساس. 6 محمد شحاتة، 8 عبد الله، ناصر ماهر 10، وإخوان الفين على اليمين، شيكوبانزا على الشمال، عودة دباغ في الهجوم. بس ودي كانت تشكيلة تمام، وهنقيم كل واحد لوحده طبعا. محمد صبحي عالمي. محمد صبحي كل مرة بيفرق عن المرة اللي قبليها. محمد صبحي بيتطور أكتر وأكتر، فمحمد صبحي عالمي 10. عمر جابر مع إخوان الفانا بيزيد في الهجوم، بيزيد بطريقة مش طبيعية. يعني الماتش اللي فات ما كانش بيزيد خالص، الماتش ده أحسن 9. محمود بنتايج 5، كان وسط. حسين عبد المجيد 8، والونش 6. حسين عبد المجيد جامد، وهو اللي بدأ الهجمة بتاعت شيكوبانزا، هدف شيكوبانزا. والونش ناقص عشان الجون اللي جابه الصراحة، يعني مفروض كلين شيت، يعني 3 ماتشات متوالي مفروض يكون كلين شيت، بس ما علينا. أهم حاجة الزمالك كسب. 6 محمد شحاتة 6، علشان محمد شحاتة برضه ما كانش بيطلع كورة كتير كويس، وكان متردد في بعض الكرات. عبد الله السعيد عالمي، ايه ده؟ يعني عبد الله السعيد غير الماتشات اللي فاتت خالص، بيلعب 90 دقيقة. يعني ايه ده؟ أكبر لاعب في الملعب بيلعب 90 دقيقة، انتوا متخيلين؟ يعني 9. ناصر ماهر هديله 7، كان أناني خالص. إخوان الفين 10 10 10 10 10 10 10 10 عشرات، جامد أسطوري، وبالذات مع الهدف. وشيكوبانزا 7. الشوط الأول مكانش حلو خالص، الشوط التاني لما بدأ يتجه لنص الملعب، يلعب في نص الملعب، لما جاب الجون أجمد، صار جامد خالص. وعودة دباغ مفيش كور كتير بتوصله، فأنا بظلمه في التقييم 5. أما هنيجي عند البدلاء وكان في تغيير في الدقيقة 63، 3 تغييرات: دونجا، ناصر منسي، وآدم كايد. والدقيقة 77 نزل أحمد شريف. والدقيقة 87 نزل صلاح مصدق.
هنبدأ بأول واحد هو دونجا. دونجا كان عالمي أول ما نزل، حسيت كده بالملعب ولع الملعب دمار كان، فهديله 7. ناصر منسي هديله 4 برضه، مكانش بتوصل لكور كتير وكان بشوط وخلاص. آدم كايد 6، كان محتاج ياخد كرة أكتر، يعدي واحد على واحد أكتر وما يخافش. أحمد شريف رايق بالكورة، عمل كام كورة كده حلوين خالص، وفي الدفاع بيقطع كور حلوة خالص، فهديله 6. وصلاح مصدق نزل متأخر فمفيش تقييم. وبس دي كانت تقييمات اللعيبة. ولو أول مرة تشوفنا متنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك.